بشكر حضرتك، وكان أولى بهذا التعقيب أن يقال قبل حديث أو أثناء حديث أخي العزيز سامع عاشور. ونعود إلى الموضوع. أنا لا أريد أن أتحدث لا عن أنصاف الحلول ولا عن أرباع الحلول، أنا أتحدث عن نص دستوري، ولم أقل تعديلا محدودا، والتعديل في اللغة يشمل كل شيء إذا كانت النية متوافرة. لكن إذا كنا نتحدث عن الثورة تريد ونحن نريد، أنا لا أعتقد أنني من الممكن أن أخاطب بما قاله الأخ سامع عاشور. معلش أنا بس بكمل كلام. الكلام واضح. احنا لدينا اعلان دستوري، اللي عايز يشتغل براه يقول عايز يشتغل براه. اعلان دستوري حاره والنصوص يا سياده الرئيس، ولازم اعرفها. تشكل بقرار رئيس الجمهوريه مدى 28 خلال مده لا تجاوز 15 يوم من تاريخ اصدار هذا الاعلان لجنه خبراء تضم كذا وكذا، وتختص اللجنه باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل. والتعديلات هنا ليست كما انصرف ذهن اخي سامع عاشور انها محدوده هذه من قاموس سامع عاشور، ليس من قاموسي ولا من قاموس الاعلان الدستوري. التعديلات تنصرف الى اي نوع من التعديلات. ثانيا الماده 29 اللي تختص بعملنا نحن، عملنا نتحدث مش عن نص دستوري جديد، لا يوجد شيء اسمه نص دستوري جديد، يوجد شيء اسمه مواد معدله. بمعنى سيد الرئيس، وانا ذكرت هذا بالامس، عندما ننتهي من عملنا هل سنطرح على المصريين هل توافقون على الدستور التالي او هل توافقون على التعديلات التي طرأت بما فيها الاضافه والحذف والتعديل وعدد الصياغه. دي مساله قانونيه، لا اظن ان الاعلان الدستوري يتحمل ابدا بهذه النصوص ان يطرح نص دستوري كامل، الا اذا راينا ان التعديلات تنصرف الى النص الدستوري الكامل. لكن اذا بقيت ماده واحده ستظل في الاستفتاء خارج الاستفتاء، وسيطرح الاستفتاء على التعديلات. وبالتالي نحن لسنا في مجال حديث سياسي نزايد فيه بعضنا على بعض بالانتماء الى الثوره وعدم الانتماء. نحن نتحدث لجنه تختص بانشاء دستور، اذا لم تلتزم بنص الاعلان الدستوري فهذا اول الغيث، يعني مش عايز اقول قتل، اول الغيث كفر. الاعلان الدستوري قائم. اذا اردنا ان نقول نصا دستوريا او اي صياغات ليست لها علاقه بالقانون وليست لها علاقه بما يجري به الاعلان الدستوري، فلنطلب من رئيس الجمهوريه الان ان يعدل الاعلان الدستوري ونتبناه. لكن طالما هذا الاعلان في يدنا وطالما نصوصه واضحه والقانون الجمهوري واضح، نحن نقوم بتعديل. التعديل حدوده ايه؟ ده قرار اللجنه، واللجنه حره وسيله قرارها في ان تشمل التعديل ال 236 ماده كامله. شكرا. احنا تناورنا بوجهة نظر لم يكن لا انت فتحت حوار يا استاذ. لا انا اسف. لا مش هينفع. اسف. طب يعني احنا دلوقتي احنا انتهينا ليه؟ قول لنا حضرتك احنا انتهينا ليه؟ يا سلام. عشان نقفل الموضوع. انما مش هقفله على كلام ملوش اساس قانوني. انا مش هقفله على هذا الاساس. انما حضرتك قول لي انت قفلته على ايه؟ الموضوع لن يفتح حتى يقفل او يغلق. احنا لا نناقش لا انه تعديلات ولا يعني حضرتك ما فيش حد يقول ان احنا بنناقش بس تعديلات. لا ده ولا ده. انت وجهة نظر اتقالت في اطار تنظيم مكتب اعلامي والاعلام من غيره. يا ريس لا ده بالعكس. هنيجي ده اتجاه اللجنه. لابد ان تحدد اللجنه الطريق مش التسيير عليه. ليس الان. في جلسه اخرى. ليس الان. وليكن في جلسه اخرى لمصر. طبعا. وليكن في جلسه اخرى. متفق معك، انما ليس الان. احنا هنا في مواد لائحه ترتب وتنظم عمل اللجنه بس، غير ذلك غير مطلوب.